إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم مي عبد الكريم، مذيعة قناة اليوم السابع الرياضي. مرحبا بكم في قناة اليوم السابع الرياضي، مع الإثارة، مع المتعة، مع الكورة نبتدي الحكاية. أهلا وسهلا بحضراتكم، إليكم أهم أخبار الكورة. علق كابتن محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لقناة بن سبورت القطرية على فوز منتخب مصر على منخب بنين قائلا: ألف مبروك لمصر وعقب للقوز بالكأس، ثم تابع تعليقه قائلا: مصر تبلغ ربع نهائي كأس إفريقيا بعد هزيمة بنين بثلاثية. تفادى المنتخب المصري فخ نظيره البنيني حين تغلب عليه من 3-1 بعد التمديد، إثر التعادل في الوقت الأصلي من 1-1 على الملعب الكبير بمدينة أغادير المغربية في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وبلغت مصر بذلك دور الثمانية. محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي في مباراة مصر ضد بنين. قال محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي شرطة عقب الفوز المصري اليوم على بنين بنتيجة 3-1 شرطة إن الفراعنة كافحوا كثيرا للتأهل إلى دور الثمانية. بلغ المنتخب المصري دور الثمانية ببطولة كأس إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على نظيره البنيني من 3-1 بعد وقت إضافي في دور 16 من البطولة المقامة حاليا في المغرب. وسيواجه المنتخب المصري، وهو بطل إفريقيا ل7 مرات، الفائز من مواجهة بوركينا فاسو وكوت ديفوار المقررة غدا الثلاثاء، وذلك يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الثمانية. وبدأت مصر المباراة بقوة، وفي الدقيقة 8 انفرد عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من منتصف الملعب، لكنه لم ينجح في تجاوز حارس المرمى ليهدر فرصة محققة. وتقدم المنتخب المصري عن طريق مروان عطية في الدقيقة 69. ونشط منتخب بنين في آخر ربع ساعة من الوقت الأصلي بحثا عن التعادل، وهو ما تحقق، حيث أدرك منتخب بنين التعادل في الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو ليدفع المباراة إلى شوطين إضافيين، ثرعد انتهاء اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل من 1-1 ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين. وفي الوقت الإضافي سجل ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 7 من الشوط الإضافي الأول، ثم أضاف قائد الفريق ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني. ورفع نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 3 في النسخة الحالية، وإلى 10 في مشاركته الخامسة في العرس القاري، وإلى 66 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين التاريخيين للفراعنة، وبات على بعد هدفين من معادلة الرقم القياسي. شكرا لمشاهداتكم، لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.